السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد العالمي. لو مش عارفني يعني، لو عارفني يلا ابدا اللايك والكومنتات والحاجات اللي انت عارفها دي يا معلم، عشان عايزين نبدا الفيديو بسرعه جدا. فيعني انتسب في القناه لو تقدر، لو ما تقدرش ابسطنا يا عم بلايك وكومنت واشتراك وتشترك في القناه الثانيه اللي هسيبها لك في الكومنت ده. دلع لي القناه. وانا ما نزلتش فيديو امبارح عشان زوري كانوا جاني او اول امبارح، ما علينا. فيا انجز يلا اعمل الحاجات دي عشان ننجز احنا التانيين. فيديوهات النهارده يا جماعه انتوا اللي عاملين لي منشن عليها على التيك توك وعلى الانستجرام، هناخدهم فيديو يعني نشتغل عليهم دلوقتي. بس انا شايف اكتريتهم حاجات زي تمثيل كده، فاحتمال الفيديو يبقى دراما تيك توك يعني اكتر. فهنحاول نشوف الدنيا. انا بقالي كتير قوي ما شفتش مشاهد تمثيل. كان اسمه ايه؟ تامر الجيار. الراجل ده والله بحبه يا جدعان، والله سيبكم بقى من اي حاجه. جامد الراجل ده، جامد يا جدعان. انا مش عارف اخر مشهد ده يخدم الدراما في ايه، يعني ان انت تبقى عامل كده، بس يعني تمام. انت طبعا عندك وجهه فنيه يعني، او خلفيه فنيه احسن مننا، فاتمنى لك كل التوفيق يا استاذ تامر. هو دلوقتي بيطلع لايفات بيحرق شعره، بيقعد يحلق شعره في اللايفات وبيعمل حاجه غريبه. مش بيهزق نفسه، هو بيوريك ان هو بيعرف يحلق يعني. بيبقى جايب مكنه حلاقه وبيعلمك ازاي تحلق يعني، عشان لو ما بتعرفش تحلق. لكن هو مش بيطلع زي العيال بيحطوا دقيق وكده، لا هو راجل محترم. يلا يا محمد بقى نروح البحر عشان اخواتك مستنينا هناك. خلاص ماشي يا ام كان، يلا عشان نروح البحر. ادينا اهو كده. الفلتر اللي انتوا عاملينه ده تحسه فلتر شتوي يعني، تحس ان احنا الساعه 6 الصبح مثلا في الشتاء رايحين المدرسه، فاهم؟ حاجه مقرفه كده. البحر والبحر حلو وجميل. يلا بقى بينا عشان نخش ننزل البحر. ادينا اهو جينا الميه يا ابو كام، في ايه مالك تنزل ليه؟ مالناش دعوه ابو كيان مش عايز ينزل ليه الميه. احنا قلنا كام مره البحر بجد يعني. احنا كام مره اتقال البحر في الفيديو ده برجوله يعني. انت لو عديتهم اكتب في الكومنتات، لو ما عديتهمش ارجع عدهم تاني واكتب في الكومنتات يعني، واتفرج على الاعلانات للاخر. خليك جدع ما تبقاش بكسل، عشان احنا الدنيا بايظه خالص يعني. انت مش هتنزل في القناه اتفرج على الاعلانات، خليك راجل جدع. اشترك في القناه الثانيه، اعمل اي حاجه. قول روح لاصحابك قول لهم اتفرجوا على الراجل ده جدع بيوزع فلوس. حور عليهم. والله يا ام كان انا مش قادر انزل، بطني وجعانه قوي. يلا يا ابو كام بقى ننزل الميه نضيفه وحلوه يعني. احنا واخدين بالنا ان الميه نضيفه، هو بيقول لك بطنه وجعاه، هو هيوسخها لو نزل. فيعني سيبيه مع نفسه شويه، خش الحمام ابو كيان، سيبيه شويه مع نفسه وانزلي انت وكيان وهو هيجي وراك. يلا يا ام كان انزلي انت بقى، انا مش قادر انزل. خدي كان وانزلي الميه. خلاص ماشي يا ابو كام، روح انت اقعد على الترابيزه وانا اخد كان وهنزل الميه. الفيديو خلص على كده، بس عايزك تحسب كم مره اتقال اسم كيان اتقال في الفيديو ده. وكيان والكلام ده اتقال، وكم مره اتقال بحر. بجد انا ما اعرفش ايه لازمه الفيديو ده يعني. هل ليك تكمله جزء تاني؟ او خلص مره واحده كده؟ فيا ريت تحسب لنا كم مره اتقال الكيان والبحر في الفيديو. قد ما بحب احطه بحب اشيله. استر يا رب. ايه يا فنانه قصدك على ايه بقى يعني؟ احنا قصدك على ايه يعني؟ يا ريت تقولي لنا بس عشان نبقى فاهمين. الميك اب، فيلا بينا نعمل اكتر حاجه انا بحبها في التاريخ. ياه ده الواحد دماغه راحت في حته يعني. الحمد لله الحمد لله. ايوه انا خدت بالي على فكره. انا كنت متاكد ان هي قصدها على الميك اب يعني. مش عارف مين ان نيته وسخه اللي فكر في حاجه غير الميك اب يعني. الموضوع واضح جدا. بتاعه دي بجد يا جماعه مفيده قوي للبيئه، بتوفر عليا لا انا افضل ارمي القطن وكده، ولا بتديني امل وبحب. هو حضرتك ليه بتعملي الحاجات اللي احنا بنعملها مثلا في الحمام؟ يعني البنات ممكن تخش الحمام تغسل وشها وتعمل بقى ماسكات والحاجات العجيبه اللي هم بيعملوها دي، واحنا نخش عادي نغسل وشنا بالصابونه اللي هي صابونه اصلا من ايام جدك الله يرحمه. وعادي بنغسل وشنا ونجيب مكنه حلاقه مستخدمه من ايام ما كنت انت، كان ابوك بيستخدمها في اعدادي مثلا، فاهم؟ عادي صباح الفل تطلع كده وشك من البنات بيقعدوا يمعجنوا في وشهم ساعتين ويطلعوا ايه عاديين يعني زي ما دخلوا. برج الحمل. مش قلت لكم لازم اكتب اغاني؟ لولاكي ما حبيت. هو ايه ده يا جدعان يعني؟ بجد الحاجات دي بتبقى قاعد كده مع نفسك في الحمام، فاهم؟ وتدندن مع نفسك هو بقى بيعملوها عادي كده قدام الكاميرا يعني. ما اخش اقعد مع اي حد في الحمام وهو بيعمل اي حاجه. هو ايه الخرا ده؟ لولاكي لولا 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 غسلت وشي. مبروك يعني يا رب حاجه يعني. انا مش عارف ده ليه انا بتفرج على حاجه زي كده. لو انتوا عارفين انا بحس الوقت ده وقت كده اللي هو الواحد بيقلع كل مشاعره السلبيه. انت فعلا قلع مشاعرك السلبيه كلها، مش لابسه مشاعر سلبيه خالص. في ايه انا قاعد بتفرج على ايه؟ بحب قوي الفيديوهات اللي البنات بيشيلوا فيها الميك اب، عشان بحس ليه بتحسس البنات التانية اللي هو مفيش حد بيرفكت، واللي هو كلنا وشنا فيه عيوب، والعيوب دي هي اصلا حاجه جميله عشان مفيش حاجه اسمها عيوب.
يعني ايه مفيش حاجه اسمها عيوب؟ هي انت قلتي في حاجه اسمها عيوب بعد كده، عشان اصلا مفيش حاجه اسمها عيوب. يعني ما تقولي بقى، يعني قولي مفيش حاجه في الوش اسمها عيب، عشان مفيش حاجه اسمها عيوب. يعني لكن انت قلت كلمه وعكستيها في نفس الوقت. يعني انا دماغي دلوقتي هتجنن في ايه. وانه شكلنا بالميك اب ده نوع من الجمال، بس شكلنا من غيره مختلف، بس نوع تاني من الجمال. اجمل عيون واحلى عيون. انا مش مستعد اضيع عمري في الفيديو ده بجد، يعني خلاص كفايه. احنا نرجع تاني للفيديوهات بتاعت الاكشن بتاعت الجيار، احسن بكتير. فضحتينا وعرفتينا. ده انت عايزاني اقلق؟ بجيب فلوس عشان الايجار. ايه اللي بتعمليه ده؟ انت ماشيه على حل شعرك. اللي هيبعت لي اسد هقلع الطرح. جبت يا ابني الحته يا ابني اللي قلت لك عليها. مبدئيا كده سيبك من الحته اللي انت قلت له عليها. انتوا لخصتوا لي الفيديو كله في الانترو دي. يعني الانترو دي المفروض حاجه بتشدك في الفيديو. انت شدتني الفيديو، انا عارف كل حاجه هتحصل. انت هتنزل ومش معاك فلوس الايجار، ومراتك هتطلع تترقص على التيك توك وتحط خرع على وشها عشان تدفع لك الايجار وبس، وهتلطش انت ولا فضحتينا ومش عارف ايه، وهتقلع الطرحه. هي عايزه تقلع الطرحه، يعني هي اصلا مش لابساها عشان حاجه، هي لابساها عشان تدفع الايجار. انزل يعني؟ خلاص ماشي مفيش مشكله، انا جاي لك اهوت. ماشي الفلوس جاهزه ما تقلقش. يلا. فلوس ايه اللي جاهز؟ استنى اخد البت ده، هاخدها معاك الحضانه، انا مش قادره. بقول لك ايه، انت عارفه مكان الحضانه بتاعتك؟ ولو مش عارفاها يعني انت هتصدعيني، يعني خليني اروح اخد الكيف بتاعي. بقول لك ايه، انا مش فايق لك، انا راجل مدمن دلوقتي، فروح انت الحضانه يلا، وسيبيني انا ايه هضرب حقن دلوقتي، اروح اشرب مخدرات انا واصحابي، مالكيش دعوه بيهم. تعرفي المكان؟ روحي. هو انت مخلفها ليه؟ طب طالما تعملها كده يا مدمن يا قذر. يعني الشخصيه اللي في الفيلم يعني خارج عن الفنان القدير، انا ما اعرفش اسمه مين الناس دول، ابعتولي. طب بترجع لبابا كده ليه؟ اتقفلت غصب عني. خلصت الاكل ولا لسه؟ وانت عامل هو انتوا ليه قاعدين على السلم يا جماعه؟ مش في شقه المفروض نقعد فيها دي ولا ايه؟ والشمس دي اللي قاعده، انا حسيت بالحر بسببها. كده ليه؟ ما انت شايفني بعمل الاكل اهو. انت مش عارفه يعني ان انا جاي جعان؟ ما انا بعمله وانا مش بعمله، انا خلصت بسرعه وانا بعمله اهو. شكلك كده غريب ومش مظبوط. هو مدمن، يعني ما في حد يعمل حركات دي غير واحد مدمن. روحوا ودوه مصحه، اضربوه كده وكتفوه ودوه مصحه. مش متظبط من الزفت اللي انت بتشربه. يعني انت عارفه انه بيشرب الزفت ده وساكت عليه؟ ما تروحوا تودوه مصحه يا جدعان. دعوه بالزفت اللي انا بشربه. عيشه غلب، الواحد مستحمل مش عارفه ليه. هو ده الاكل بتاع النهارده؟ بطاطس؟ اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. بطاطس بس؟ اديله بالسكينه فوقيه. يعني مالها البطاطس يا اسطى؟ بجد انا اجمد حاجه في الدنيا البطاطس ده يا جدعان والله. يعني انا بحب البطاطس جدا بجد. فيعني اللي بيحبني يجيب له بطاطس، خلي بالكم انا هحبه اكتر. انا بطاطس بس؟ وانت عايز حاجه تانية غير بطاطس؟ ده البيت ده كله فعلا. مفيهوش حتى 10 ده جنيه. بقت عيشه فعلا غل. يعني انت ما بتدفعش فلوس؟ فين الفلوس صحيح؟ انت ما تسالنيش في فلوس. الايجار ما بتساليه عن الفلوس ليه وانت عارفه ان هو بيشرب؟ يعني هو يا بيشرب مخدرات يا شمام يا بيعمل اي حاجه، فما تسالوش على الفلوس وانت عارفه وساكته. فيعني روحي قولي لاهلك، قولي لاهله، روحي جيبي جيبي فوعليه قاعدين في الشارع كده، ادي كل واحد 20 جنيه وكتفوه ورموه في مصحه. صور علينا بقاله 3 اشهر، والراجل كل شويه يجي يخبط عليا. فين الفلوس؟ ما انا مش عامله حتى بطاطس، فين الفلوس؟ انا اسف، انا فهمت ان انتوا قاعدين على السلم، فما يعني برضه مش مبرر. يعني سيب المدمن ده، سيبيه بجد. فين اللي انت بتشتغل بيه؟ بصي. رايح جاي رايح جاي رايح جاي. ما تتكلميش معايا في فلوس خالص. ليه ما اتكلمش بفلوس؟ انا يا دوب وانت الفلوس بتشتغل اللي ليه؟ بتجيلي من الشغل يا دوب مكيف نفسي بيها. انا اول مره اشوف حد صحيح كده. بقول لك ايه، انا الفلوس اللي بتجيلي بالشغل يا دوب بس على قد دماغي، بشرب مخدرات بقى وبقعد بقى ايه بقيت اليوم كده ايه، فين الاكل، فين اللبس، فين اللعيبه، بقعد اسال بس. واحد مش عارف يعمل ايه. اسمع كلام البت صباح. بنت صباح من يوم ما قعدت على اللايف وهي ما شاء الله حالتها ارتاحت، واشترت شقه واشترت عربيه، والواحد قاعد كده هو متهبب مش عارف يدفع الايجار. مش عارفه اعمل ايه. اسمع كلامها واقعد على اللايف. روحي افتحي لايف، ما تعرفي هزقي نفسك، جيبي البطاطس دي ادعكيها في وشك، روحي بس ايه، روحي رجعي البطاطس دي واشتري دقيق. هم بينفع معاهم جدا الدقيق، دقيق وبن وبيكنج باودر وحاجات غريبه كده بيعملوها. بس انا ما اعملش كده، مش بتاعت الكلام ده. هتفضح الراجل، هيكروشنا من الشقه، مش عارفه اعمل ايه. والعيال حتى مش عارفه اجيب لهم اكل. انت ليه دخلتيني في حواراتي كده؟ روحي يا ست افتحي. بقول لك ايه، كفايه كده، احنا عارفين اللي هيحصل. وتقلع الحجاب ويقول لها يا فاجره يا خاينه انت بتعملي ايه كده ومش عارف، تقول له انا ما انت اللي ما اضطرتني، واقول يا ربي انا تبت ومش عارف ايه، ومش هيبقى مدمن تاني وخلاص. احنا عارفين الحاجات دي كلها. سماح محتي قومي عشان كنت عايز اقول لك عن فيلم يا انا عملت عليك قبل كده رياكت، يا مش فاكر كان اسمك ايه، وقضيت حتى ما كملتش الفيديو. فبقى لا مش عايز اعرف انت هتعمل ايه.
عشان انا بجد الفيديو بتاعك خنقني ساعتها، خنقني جدا ساعتها، وقعدت اليوم كله مخنوق مش عارف ليه. حاجه كده ايه، ما اعرفش، دمك تقيل على قلبي يا اسطى يعني. ربنا يوفقك بس بعيد عني. بسم الله ما شاء الله الشعر روعه. بس الفكره يا جماعه ان انا اتخدعت معظم الخدعه اللي انتوا اتخدعتوها من فتره يعني. كنت قاعد بقلب في تيك توك ولقيت الشعر والحاجات الغريبه دي، واكتشفت ان ده ولد اسمه علي. بجد بجد والله مش بحاول عليكم، خش على التيك توك هتلاقي ده ولد اسمه علي. وساعتها ضربت نفسي بالجزمه، وبقيت اخاف من التيك توك جدا يعني. بقيت اخاف منه يعني، مش اللي هو بقيت احرص، لا انا بقيت خايف يعني، فاهم اللي هو تخيل في يوم من الايام تعجبك واحده مثلا وبتاع، تلاقي ايه يا معلم في ايه ده مين ايه فبجد الموضوع مرعب جدا. يعني ربنا يستر علينا، ربنا يستر علينا. طب ايه يا فنان، هنقضي الفيديو كله رقص بكريمة السلوخيات ده اللي هي معرفش، بس خلاص نشتغل بقى. طب ايه الفيديو العبثي ده بجد يعني؟ انا مش فاهم يعني. في رساله طيب هتوصليها من الفيديو ده، ولا ده اعلان مثلا الشركه دي، الشركه بتاعت التسلخات والشامبو مدياكوا المنتج ده عشان تعملي كده بيه يعني؟ لو في شركه عايزاني اعمل لها اعلان كده وربنا انا موافق يعني، حتى لو هيدفعوا لي 250 جنيه فاهم، انا هطلع اعمل كده بس يعني. صباح الفل. يا جدعان والله انا مش عارف انا بحب عمر فرج ولا لا، بس يعني بس بيعمل حاجات جامده وربنا، ساعات بيضحكني ساعات بيجددني، انا مش عارف ليه بيعمل كده. بص انا هشرح لك اللي انا فهمته. هو تقريبا البنت دي طالعه معاها لايف عشان ترقص وكده، فهي بتجهز نفسها يعني بتحزم وكده فاهم، وهو بقى قاعد ايه شغال مع نفسه فاهم. انا اهو طب ايه انت ساعه هتجهزي؟ انا تعبت له والله يعني، ما ساعه قدام المرايه سايبه اللايف فاهم، هتتحزم ده حكم من احكام اللايف باين فاهم. حتى الفيوز عماله تزيد، هو كان 400 حاجه بقى 532. يا جدعان رياكشناته جامده والله، الواد ده يعمل رياكت، والله يعمل رياكت يا عمر، يا عمر يا فرج. انا بنصحك اهو من قناتي اعمل رياكشناتك طرش يا صاحبي. وهي ترقص امتى بجد؟ انا قاعد ده كله اصلا يعني مش خلاص بقى، انا اتفرجت على رقصتك الغريبه دي بس عايز اشوفها بس معلش انا اسف والله، انا مش قصدي اتدخل في حاجه، بس ممكن تشرحوا لنا بجد انا يعني. وخدت التليفونات هل دي حراميه ولا هتخطفها هي اصلا كلها فاهم؟ هي خدرتها عشان تسرق دول بجد، ولا هي هتخطفها ولا هتعمل ايه؟ انا اول مره اشوف حد فاقد الوعي بيموت حاصل له اي حاجه. خلاص انا كده بس تمام. في ايه يا بنتي؟ ما تعملي يعني، نامي على الارض يقع كده، اعملي اي حاجه. ايه يا بنتي؟ الاء يا بنتي. ايوه خلاص. فوق كده صباح الخير يا لا. ما انا افتكرتك في فرح بتعقبي، مش نايمه خالص. في ايه ايه ده؟ في ايه؟ تعرفيش الموبايل والخاتم. موبايل هي ما بصيتش على ايديها مبدئيا يعني، ممكن نقول الموبايل عشان الموبايل هتبقى ماسكينه في ايدينا فخلاص هو مش معايا، يبقى الموبايل اتاخد. الخاتم بقى يعني لازم ابص على ايدي يبقى في خاتم فاهم؟ خاتم ايه؟ في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ الست راحت فين؟ ست مين؟ ايه يا عم ما تشغل دماغك يا عم، تقول الموبايل والخاتم وبتعمل كده والست راحت فين؟ اتسرقت يا اسمك ايه انت؟ نهار اسود. تاني؟ الست بتاعت المره اللي فاتت تاني؟ يا كل مره بتعلم عليك ولا ايه؟ تاني يا زكي تاني. اخش اجيب لك الجلاليب من جوه. مين الست اللي كل شويه تسرقك دي؟ متحرميش خالص؟ مش قادرة انا بجد مش قادرة، انا شايفاك اتنقل. طب تعالي نخش جوه وبعد كده نشوف القصه ديت. انا هجيب لك الحاجه اللي راحت مني دي. جبت الحاجات اللي ضاعت في الاول عشان تجيب الحاجات دي مبدئيا كده، عشان بس ما يبقاش اي كلام بيتقال يا معلم يعني. انت بتقول اهو تاني مره يحصل لها الموقف ده مع نفس الست يعني.
انا متخلف، انا هروح لنفس اللي ضحك عليا قبل كده هروح يضحك عليا تاني. ايه بقى اللي انت عملتيه؟ بس كده الفيديو خلص يعني، مش نكمل نفهم، ومفيش اجزاء تانية يعني، هتمنشن لي على الجزء ده بس يعني فاهم، حتى لو هخش في صفحتهم مش هلاقي الجزء التاني، فاحنا دي حسيت ان دي اشاره ولازم ننهي الفيديو على كده، والفيديو الجاي بقى نكمل بقى في المنشنات دي لو ما لقيناش فكره تانية يعني. وبكده يا جماعه خلص الفيديو بتاع النهارده، لسه ما عملتوش لايك يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تشتركوا في القناه التانية، ولو تقدر تنتسب هنا يا ريت، ده هتبقى حاجه طرش، انت هتبسطني بحاجه زي كده. لو مش هتقدر خلاص كفايه الدعم والشير مع صحابك، هتبسط برضو بحاجه زي كده. واتفرج على الاعلانات، اتفرج على الفيديو من اوله لاخره، والفيديو اللي فات لو اتفرجتش عليه طرش اطرش من ده، واللي قبله اطرش واطرش، فيا ريت تتفرج عليهم كلهم. وده احلى كومنت على الفيديو اللي فات، ده كمان وده كمان تمام، فاعملوا كومنتات على الفيديو ده عشان نحطها الفيديو الجاي يعني، ونتبسط كلنا كده يلا عايزين حاجه؟ تعالى الانستا استنيك هناك برضه، في حاجات بننزلها هناك يعني بتختلف عن هنا خالص، يلا السلام عليكم.